ممكن يكون في أي ميول تجاه امرأة بسبب التقاليد؟ يعني من خلال تجربتك أنا بدي أسألك. لا، مسألة إني أنا مع وحدة من جنسي أمارس معها الجنس نهائيا ما في أي شعور. حتى أنت تقولين إنه شعور إنه إثارة، ما في إثارة. كيف إثارة واللي معاها معاي واللي عندي عندها؟ كيف؟ الامرأة أختي وأمي وبنتي فقط لا غير. حتى صديقتي هذا في الأخير، في آخر مرتبة إنها تكون صديقتي. أما مسألة إني أمارس معاها الجنس أبدا ما في أي متعة. حتى لو أنت جربتي مرة واحدة وأنت يعني إنسانة طبيعية مو شاذة، مستحيل تجربينها مرة ثانية. حتى لو قلنا فترة مراهقة جربتي، مستحيل تتكرر التجربة. صدقيني مهما كان التقاليد تجبرك إنه إحنا نتغطى، إحنا ما نسوق سيارات، إحنا بس المدرسة الجامعة نتخرج نتزوج، ما عندنا حتى وظائف فيها اختلاط، إحنا ما نتوظف. دائما مع النساء مع النساء مع النساء. هذه تقاليدنا تحكمنا. بس إنه أنام مع بنت نو واي. حتى لو غلط ومراهقتي خلتني انام معها مره واحده، ما راح تخليني انام معها المره الثانيه او تتكرر. انت عمرك الحين 30 سنه طالعه على الشاشه، اوكي؟ كيف تجيك الجرأة من الاساس انه الحين انت كلامك اعظم من البرقع اللي انت لابسته؟ كيف تجيك الجرأة؟ قدرتي يعني تطلعين على الشاشه وما قدرتي تشيلين الغطاء اللي عليك؟ الغطاء اللي عليك اقسم بالله انت ما احترمتيه. انا اسفه جدا. شكرا لك نور.